في يوم من الأيام كان في كاوتش، بس مش كاوتش عادي، كان اسمه روبرت. والمصيبة إنه كان عنده وعي. قام من على الرمل وهز جسمه كده كأنه صاحي من النوم. وقف بفخر وبدأ يتدحرج وهو فرحان بنفسه. بس وهو ماشي في السكة وقفت قدامه إزازة مية بلاستيك. قرب منها بالراحة وبعدين بوم، سحقها في لحظة. كمل طريقه، بس بعدها لقى إزازة بيرة إزاز قدامه. حاول يكسرها مرة واتنين وتلاتة، بس ما قدرتش عليه. ساعتها بدأ يغلي من الغضب، رجع لورا كام خطوة وبدأ جسمه كله يهتز. وفجأة حصلت حاجة محدش يتخيلها. استخدم عقله، عقله، وفجر الإزازة من غير ما يلمسها. عدى شوية وهو ماشي على جنب الطريق، فاتت عربية فيها بنت جميلة اسمها شيلا. بص عليها وتشد ليها على طول. حس بإحساس غريب كأنه عايزها، وفعلا استخدم قوته العقلية وخلى عربية شيلا توقف في نص الطريق. شيلا ما خدتش بالها منه، بتحاول تشغل العربية بس مش راضية تدور. وفجأة عربية نقل صغيرة خبطت الكاوتش، طار ووقع في نص الطريق وفقد الوعي. شيلا اتخضت لما عربيتها اشتغلت تاني. ساقت بسرعة وهي مش عارفة إن الكاوتش المنحرف ده هيطاردها. بعد شوية فاق روبرت، كان متعصب جدا، ولما شاف غراب واقف على جنب الطريق ركز عليه بعينه وبعقله قتله في ثانية. فضل ماشي لحد ما وصل محطة بنزين وشاف الراجل اللي خبطه بالعربية. الراجل مش داري إن في كاوتش قاتل بيبصله، ولما قرب منه استخدم قوته وقتله في لحظة. اتدحرج على الطريق السريع ولسه شايف في خياله وش شيلة. شم ريحتها وتابعها لحد ما وصل الأوتيل اللي كانت قاعدة فيه. فتح باب أوضتها بشق بسيط وكان باصص عليها وهي مش واخدة بالها. بس شيلة لاحظت الباب مش مقفول كويس فقفلته بسرعة. روبرت ما استسلمش، استنى الليل ودخل أوضة جنبها واتمد على السرير بيتفرج على التلفزيون كأنه بني آدم طبيعي. تاني يوم دخلت عاملة النظافة تنظف الأوضة. سمعت صوت المية في الحمام، فتحت الستارة وصرخت كاوتش بيستحمى. افتكرت إن الضيف اللي قبلها سابه، شتمت ورمته بره. بس روبرت رجع وواقف تاني قدام الأوضة. المرة دي شافوا ابن صاحب الأوتيل. جري أقول لأبوه، بس الأب ضحك وقال له هات لي بيتزا وسيبك من الهزار ده. وفي الوقت اللي الولد مشي فيه روبرت قتل عاملة النظافة، وبدل ما يهرب راح نط في البسين. قاعد يعوم نفسه وهو مبسوط. رجع الولد وشاف الجثة، جري على الشرطة وقالهم كل حاجة، بس محدش صدقه. الأب مسك الكاوتش وقال بص يا ابننا، ده كاوتش عادي، وزقه جامد على الأرض. ساعتها جسم الكاوتش بدأ يهتز جامد جدا، وفجأة دماغ الأب انفجر قدامهم. الضابط تشاد اتصدم، والكاوتش روبرت سابهم واتدحرج بعيد. من اللحظة دي بقى معروف الكاوتش القاتل اللي بيقتل بالعقل. وبعد كام يوم المدينة كلها اتقلبت، جثث من غير روس، وكلها بسبب روبرت. الشرطة حطت خطة، جابوا مانيكان ست وحطوا جواها قنبلة ونادوا على روبرت عشان يغروه. قرب منهم، بس لما اكتشف إنها مش بنت حقيقية اتعصب وكسرها. الخطة فشلت. تشاد دخل وضربه بالرصاص، ولما خرج كان شايل كاوتش متفجر ومتقطع. الكل افتكر إن القصة خلصت، بس بعد شوية صوت عجلة بتتحرك ببطء. خرجت عجلة تريسيكل صغيرة من الأوضة، وكانت روح روبرت فيها. قربت من راجل قاعد على كرسي متحرك وفجرت دماغه. ومن بعدها بدأت كاوتشات تانية تصحى، كلهم ماشيين ورا التريسيكل جاهزين يغزوا العالم. موسيقى النهاية ترتفع. ما تبصش في الكاوتش اللي في الشارع بعد